السلام عليكم ورحمة الله. كما ديما العادة نبدو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كما شفتوا في العنوان اللحم المفور بدون أي تعقيدات، يعني بطريقة جد سهلة وناجحة بإذن الله تعالى. اللي عمرها ما جربت اللحم المفور نقولها راكي مراتيها بزاف، صدقوني أنا مستحيل يفوت العيد الأضحى ويكون عندي اللحم تاع العيد الأضحى وما نديرش بيه اللحم المفور. سبق وحطيتها معكم في قناتنا الاولى طاطا ام يوسف، هذه راهي 4 سنين ولا 5 سنين ملي حطيتها في القناه. درتها لكم في الكيكوطه، عاود درتها لكم يعني فورتها في الكيكوطه. اللي باغي تشوف برك كتبوا في البحث اللحم مفور طاطا ام يوسف يخرج لكم. اقروا برك التعليقات. الحمد لله يا رب العالمين، ناجح باذن الله تعالى. قلت نعاوده معكم في هذا العيد اللي فات، كي راه كاين العيد وولادي دائما يطلبوه مني اللحم المفور. غادي نديرها معكم ان شاء الله في القدرة والكسكس. الحاجة الأولى كما شفتوني ديت اللحم، يعني كل وحدة تدي على حسب أفراد العائلة نتاعها. الحاجة الأولى اللي ننصحكم بها الأخوات اللي عمرهم ما داروا اللحم المفور، ننصحكم تدوا العظومة يكونوا صغار، ما تدوش العظومة يكونوا كبار بزاف. إلا كان باغي ديروا يعني مضطرين باش ديروا كيما نقولوا ضيفة ولا كيما نقولوا مهيبة ولا حياة زعما حاجة تاع ضيوف وكاع. إلا باغي ديروا عظومة يكونوا كبار بزاف، ديروا حساب بلي غادي يشد لكم الوقت بزاف، يدي معكم الوقت بزاف في التفور باش يطيب معكم ويولي طايب زبده ويتفسد معكم ويجي بنين ويجي كيما يبغي الخاطر كيما نقول. وكيما ديما سبق وقلت لكم ونعاود لكم باللي اللحم ما يسحقش توابل بزاف، بنين اصلا غير اللحم وحده بنين، ماشي كيما الدجاج والاخرين يعني نتبلو ونعاودو نديرو توابل بزاف. درت الملح، ملحوه، ملحوه بنين يعني ملحوه مليح كيما نقول، حاجه غادي كيفور يروح لهداك الملح شويه. ودرت فلفل اسود، ماشي قاع تملحوه ردوا بالكم. ودرت فلفل اسود ودرت الكمون. الا كان عندكم اكليل الجبل حكوا هكا بين يديكم، قيسوا هكا كمشه صغيره تاع اكليل الجبل، ديروها تانيك في اللحم المفمر يجيكم بنين بزاف. وصدقوني ما عندكمش غير الملح والحبه الكحله ويجيكم ما شاء الله. دهنتها بالملح والحبه الكحله وشويه برك تاع كمون. هنا عندي غير يا ربي مغرف تاع ماكله تاع زيت، يعني اللحم نعرفوا بلي مشحم وميدم وكاع ما يسحقش، برك الزيت باش يمد لنا الطراوه هذا مكان. درت له يا ربي مغرف تاع ماكله تاع زيت. انا بكري كنت للامانه كنت نديرها في البابي فيلم ونعاود نديرها في الالومنيوم، كنت نديرها في الالومنيوم وحده، عاود قعدت نديرها بابي فيلم وبعدك الالومنيوم. ايا كي حطيتها معكم هذا شعا من عام لقيت بزاف انتقادات، قالوا لي ما ديريش بابي فيلم على خاطش غير صحي. درك راني نديرها غير في ورقه طهي وبعدك نديرها في الالومنيوم. للامانه اللحم نتاعي هنايا راهي الربعه، يعني الربعه درته يطيب حتى قولوا تقريبا قريب 9 تاع الليل باش وجد معايا. يعني كي ديروه في القدره والكسكاس، واذا كانت القدره نتاعكم اكيد تفور غايه ومليحه وكاع، اللي تفوروا فيها الطعام عادي ماشي شرط القدره اللي تفوروا فيها الطعام. يدي معكم من الربعة حتى ل5 سوايع، حتى ل5 سوايع نتاع طياب باش يفور معكم، باش يجي يتفسد ويجي طايب زبده ويجي بنين 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 بنين. اللي ما جربتش اللحم فور تاع الصح راهي مراتيه. والاهم من هادشي فوق البنه نتاعه انه صحي. اللحم المفور صحي، حتى اللي يكونوا مرضى وعندهم كوليسترول وعندهم هذوك اللي يمنعوا لهم اكل اللحم تقدروا تاكلوه بلا ما تخافوا منه. درت القدره نتاعي تفور، تغلي فيها الماء. ودرت هنايا العظومه، انا عندي درت 6 تاع العظومه على حسب افراد العائله نتاعي. 4 درتهم في القدره الكبيره في الكسكاس، وزوج درتهم في ديك القدره الصغيره في الكاس الصغير، ما باش نضيق عليهم باش يفوروا لي ويطيبوا معايا زبده. قلت لكم من 4 تاع الحشيه يعني قدام العصر حتى 9 ربع 9 10 هنايا صايبه عشي ولادي. كان عاد باش كان طايب معايا. جبتها مع الثمانية ولا لقيتها صايبه باقي لها غير شويه وزيد زدت خليتها باش يطيب. شوفوا اللحم ينفصل على العظم، يعني يطيب معاكم زبده. الا كون باغينه يطيب كاع كيما هكا يطيب وما يهلكش ما يضرش ويجي بنين 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 شهيتكم في الجنه. هنايا قاعد معايا تقريبا 5 سوايع، يعني يقعد من 4 سوايع حتى ل5 سوايع. انا لقيته شويه ناقص ملح، يعني كي درته زدت رشيت عليه غير شويه ملح، ولا قلت لكم زيدوا فيه الملح خاطر كيفور يروح له الملح. وزدت غير مسحتها غير ابان بالبانسو غير فتيته يا ربي مغرف تاع قهوه تاع زيت.
غادي ونشعلت على الفرن الساعه كما راكم تشوفوا من الفوق، نقصت عليها كاع، نقصت عليها بغيتها يا ربي 10 دقائق ولا 5 دقائق، يديني غير كوش تحميره ولون شباب من الفوق ويجيني مقرمشه وطريه في نفس الوقت. دهنتها بالزيت وشعلت عليه من الفوق، فرن الساعه شعلت عليه من الفوق، ديجا راه طايب زبده، خاصني غير داك اللون الشباب انايا وراه حاضر معانا. شوفوا هنايا ربي 5 دقائق 6 دقائق يعني. وفرن السعاده ننصحكم بها الشيرات الاخوات، يعني اللي ما عندهاش فرن السعاده نقولها يعني ننصحكم بها، تاع الصح تعاونكم غايه، اللي مع الوقت توالفوها، صدقوني مع الوقت توالفوها. هنايا غادي نوريكم الطريقه اللي يقدموه يعني في الفنادق الفخمه وفي المطاعم الفخمه وفي المطاعم وفي الاعراس وكاع. كاين بزاف يديروا غير اللحم المفور في العراس وكاع، يديروا كيما هكا البنات. بغيت نشارككم الطريقه خاطش انايا في الفيديوهات اللي قبل اللي حطيتهم معكم من شحال بزاف لقيت اخوات تعليقات معلقين لي ومخليني يا ريتك شاركتينا الطريقه كيفاش نقدموه، يعني طريقه سهله ومبسطه راكم تشوفوا يعني راه واضح قدامكم. قدموه بهذه الطريقه. نعاود واحده اخرى قدامكم. نقبضوا الالومنيوم نتنوه من الحواشي يعني كيما نديروا الرولي بسكوي عفوا دجاج رولي. درتها معكم تاني هاكا، نخلو ديك العظم يبان غير من تحت نغطوه. هما كاين اللي غير اللحم الالومنيوم اللي يطيبوا فيه، انا نفضل ندير الومنيوم جديد باش تجيكم النظره شابه ومتحوفه. هذيك هي شو كيما نقول لك نهار الخساره كتعيب ببصله ونص العيد هذا هو الطريقه نتاعها، هذا هو. شوفوا يجي بنين 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 واحد الدرجه ما تامنوش نصاكم. العظومه يكونوا صغار، نقصوا عليه النار، نار متوسطه، اعطوه الوقت باش يفور معكم باش يطيب زبده. شوفوا يجيكم اللحم العظم ينفصل على اللحم كيما راكم تشوفوا، يطيب زبده يطيب بنين. شوفوا واحد البنه في اللحم فور ما كانش كاع خير من هذاك اللحم اللي يتشوى في الجمر، خير من اللحم اللي يتشوى في الكيكوطه، يعني خير من يجي خير مشي. انا بالنسبه لي ولادي يبغوه. شوفوا ملي قررنا باش نعايدوا الحمد لله يا رب العالمين، ربي قدرنا وعيدنا الحمد لله. رب ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. ولادي قاعدين عليا ديري لنا اللحم فور، ما تنسيش هذا العام ديري لنا اللحم فور ديري لنا اللحم فور. قلت لهم اخطاتكم نديره ونشاركه معكم في قناتنا هذه طاطا اكسبريس. بالنسبه للاخوات اللي ما شافوش اللي باغي تشوف الوصفه القديمه اللي فورتها في الكيكوطه، كتبوا برك في البحث اللحم مفور طاطا ام يوسف خرجوكم في الفيديو. يعني الحمد لله جاي المشاهده ما شاء الله. الا شفتوا الفيديو يستحق الجام، الله يحفظكم ويرضى عليكم ويستقى على قوايمكم. خلونا داك الجام وداك التعليق الحلو كيفكم ان شاء الله يا ربي في ميزان الحسنات. ان شاء الله تجربوه وشهيتكم في الجنة. سامحوني خياتي والناس اللي ما عايدت، ان شاء الله ربي يعوضكم ان شاء الله العام الجاي يا ربي، وتعيدوا العام الجاي يكون خير من هذا العيد يا رب العالمين. والناس اللي عايدت ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. في الاخير بلا ما نوصيكم الله يحفظكم ويرضى عليكم دعواتكم الاخي ربي يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. والسلام عليكم.